ازيكم يا أصحاب؟ النهاردة جاي أحكي لكم حكاية جميلة عن عصفور صغير اتعلم درس مهم جدا. يلا بينا نبدأ مع بعض. كان يا مكان في غابة خضراء مليانة شجر وعصافير، كان في عصفور صغير اسمه توتو. توتو كان لونه أصفر وجميل، لكن كان عنده عادة مش كويسة. كان ساعات يقول كلام مش حقيقي ويكذب على أصحابه. في يوم توتو كان زهقان وقال لنفسه: أنا هقول لهم إن في قطة كبيرة جاية تهجم علينا عشان أشوفهم هيعملوا إيه. وفعلا طار توتو فوق الشجرة وصرخ: الحقوا، في قطة كبيرة جاية، اهربوا بسرعة. كل العصافير خافوا وطاروا بعيد، وبعد شوية رجعوا لقوا مفيش أي قطة. العصفور سامي قال له: يا توتو، ليه بتكذب علينا؟ توتو ضحك وقال: كنت بهزر معاكم. تاني يوم عمل نفس الحركة وقال: الحقوا، القطة جاية. وبرضه كلهم طاروا وهو ضحك عليهم. وفي اليوم الثالث فعلا جت قطة كبيرة وحاولت تمسك العصافير. صرخ توتو: الحقوا، القطة بجد جاية، صدقوني. لكن محدش صدقه، كلهم افتكروا إنه بيكذب تاني. اضطر يطير لوحده بسرعة عشان يهرب. ولما رجع لقى أصحابه زعلانين جدا وقالوا له: يا توتو، لو كنت صادق من الأول كنا صدقناك وأنقذنا بعض. توتو حزن وقال: أنا آسف يا أصحابي، اتعلمت إني مش هكذب تاني أبدا. ومن يومها بقى توتو عصفور صادق، وكل أصحابه حبوه تاني. وحكايتنا خلصت يا أصحابي. لو عجبتكم قولولي عشان أحكي لكم قصص جديدة.